فالحاسد أفضل شيء عدم الرد عليه. وإذا رأيت الحاسد وعلمت أنه حاسد فاستعذ بالله، استعذ بالله من شره ومن شر حاسد إذا حسد. وعليك أن تلازم ذكر الله، خاصة قول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا رأيت الحاسد فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، لن يتحول حالي ولا قوة لك على تحويل حالي من حال إلى حال آخر إلا بالله، فقد اعتصمت بالله وأنا مع الله وبالله، ولا يضرني شيء إلا بإذن الله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه ضد الحسد، حتى من نفسك، حتى ولدك إذا أعجبك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإذا أعجبك شيء قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله له، وادعو له بالبركة والزيادة، لأن البركة ضد الحسد. الحسد تمني زوال النعمة، والبركة زيادتها، والضد يعالج بالضد. طبعا علاج الحسد نسيت ما تكلمت عليه. إذا وقع الحسد وقعت العين وسقط المحسود، إما أن يسقط ميتا انتهى ما عاد يحيا إلا يوم القيامة، وإما أن يسقط مريض. فإن سقط ميتا فالعائن هذا قاتل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال يعمد أحدكم إلى أخيه فيقتله، فإذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليقل ما شاء الله. هذه أولا. أما إذا كانت الإصابة دون الموت فالعلاج سهل. هذا العائن يغتسل، يتوضأ ويغسل الأماكن التي يتجمع فيها العرق، تحت الإبطين، تحت الركبتين، باطن